الفيك ونسب المشاهدة والترند هيجنن الخلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج على القهوة. بتمنى دعمكم ليا، أخوكم ميدو. لايك واشتراك وشير وفعل الجرس. نبدأ حلقتنا بالصلاة على سيدك النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله. الفيك ونسب المشاهدة والترند جننت الناس. معلش اعذروني صوتي من ساعة ماتش الأهلي والفرحة الكبيرة. نسب المشاهدة جننت الناس، والناس اللي عايزة تطلع ترندات جننت وهتجنن الخلق معاها. بقلب على اليوتيوب لقيت حد بيقول لقشع رئيس طبعا الاتحاد المغربي وغرامة كهرباء بسبب لقشع. هو عشان انت سيادتك شفت فوزي لقشع بيبص الكهرباء بيقول له ما تتكلمش كتير، وكهربا راح سلم عليه، لازم تخترع قصة عشان تعمل عنوان يشد الناس وتعمل نسب مشاهدة ولايكات؟ انت فيك وكده بتلعب بعقول الخلق. ادام قررت تطلع قدام الشاشة ما تبقاش بتاع حوارات زي الزملكاوي بتاع المطار. مش صدفة ان انت مستني لعيبة الاهلي وهي جاية من القاهرة للمغرب، مش صدفة ان انت تسافر في نفس الوقت عشان يتعمل عليك حفلة. انت شخص لا تذكر، لا تمت بأي صلة لجمهور نادي الزمالك. مفيش حد بيدفع فلوس عشان يشجع نادي مش ناديه. عايز تطلع ترند، كل الدنيا عايزة تطلع ترند على قفا النادي الأهلي. اليوم ومباراة منتخب مصر ومنتخب غينيا. مصر وغينيا كل منهما محتاج نقطة واحدة عشان يضمن الصعود رسميا. مصر 9 نقط، غينيا بنفس النقاط 9 نقط، ملاوي 3، اثيوبيا 3. كل فرقة من مصر وغينيا محتاجة نقطة عشان تضمن الصعود، بس احنا لازم نكسب النهاردة عشان نضمن أول المجموعة. التصنيف التصنيف التصنيف، مش هنقع في نفس الغلطات اللي وقعنا فيها قبل كده. يرقص بعثة منتخب مصر في المغرب خالد الدرندلي رئيسا للبعثة. المباراة ستقام في الملعب الكبير اليوم في مراكش في المغرب. المغرب الأهلي خلاها بلدنا الثاني رسميا. مركب محمد الخامس بقى اسمه استاد محمد عبد المنعم. بنلعب في المغرب، وش السعد علينا. كسبنا كايزر تشيفز في النهائي السنة قبل الفائتة 3-0 في مركب محمد الخامس. اي نعم خسرنا السنة اللي فاتت، ولكن الاهلي يعود من جديد ويضرب الوداد في عقر دوره في مركب محمد عبد المنعم ويرجع بالكأس الغالية. فيتوريا اعلن قائمته: شناوي، جبل، صبحي، محمد هاني، هشام صلاح، بيكهام، ياسر ابراهيم، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد حمدي، فتوح، وطبعا مروان عطيه، مهند لاشين، والنجم حمدي فتحي، وغنام محمد، ومحمود حماده، وزيزو. محمد هلال لازم اقف عنده. محمد هلال تم استبعاده من منتخب مصر بسبب المنشطات. المنتخب كان في ازمه، وزاره الرياضه تدخلت واعلنت انه تم استبعاد محمد هلال من المنتخب بسبب الاصابه. محمد هلال تم تعاطيه ماده محظوره من المنشطات وتم استبعاده رسميا بسبب المنشطات. لم يصب اللاعب في اي تدريبات جماعيه لمنتخب مصر ولا مع فريقه. الوزاره تدخلت ولقت ان الحل الامثل ان هو يعلن ان اللاعب مصاب. لازم نبقى صراحه مع الاعلام، لازم نبقى صراحه مع الجمهور. مش شرط كل المواد المنشطه تكون عن طريق قصد. في بعض اللحوم البرازيلي، في بعض الادويه يتواجد بها بعض من المنشطات. لازم نطلع على الجمهور وعلى الاعلام ونقول الحقيقه. تم استبعاد محمد هلال، واحمد عبد القادر تم استدعائه، بوبو، صلاح، مصطفى محمد، حسين الشحات، طبعا مرموش، تريزيجيه، كهربا، احمد ياسر، ريان، مصطفى محمد. واحنا طبعا قلنا تم استدعاء احمد عبد القادر.
قبل ما نخش في اخبار النادي الاهلي، نادينا الكبير، نادينا الحبيب، شويه اخبار عن نادي الزمالك. محمد بن رمضان تم طرح اسمه، وكان على الساحات وعلى السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت ان هو قريب من الزمالك وقريب من الاهلي. محمد بن رمضان اسمه ارتبط بالزمالك اكتر من النادي الاهلي، ولكن اللاعب بشكل كبير هيكون في الدوري المجري، في نادي في الدوري المجري متابعه من ايام كاس العالم، وتم رصد للاعب مبلغ كبير علشان يجيب اللاعب. محمد بن رمضان مش موجود في الدوري المصري، مش موجود في الاهلي، مش موجود في الزمالك. عندنا كمان محمد عواد بسبب ملازمته الدكه عاوز يمشي من نادي الزمالك. لاحظنا في الفتره الاخيره ان عواد قاعد على الدكه لمحمد صبحي. عواد بيشارك في مباريات الكاس، فرسميا محمد عواد الحارس الرسمي الثاني لنادي الزمالك. محمد عواد رافض الموضوع بتاتا، اصوريو شديد جدا في المواضيع ديت وحاسم جدا. مفيش ليه لاعب بيكون ليه راي في الفريق انه يلعب او ما يلعبش، يخرج بره القايمه او يكون داخل القايمه، دكه غير دكه. مفيش لاعب. الراي الاول والاخير والوحيد في الفرقه هو للمدير الفني اصوريو. عواد قبل كده احنا شفنا قصته مع ابو جبل، عواد مش عاوز يقعد دكه، وده هيسبب مشكله في اوضه اللبس لنادي الزمالك. صعود الزمالك لكاس العالم 25، خبر متداول على السوشيال ميديا ان الزمالك هيلعب في كاس العالم 25. طبعا كمصري اتمنى تواجد الزمالك بجوار النادي الاهلي في 25، بس في شروط لوجود نادي الزمالك في كاس العالم 25. الزمالك السادس في التصنيف، الزمالك سادس في التصنيف. علشان يكون عنده امل في الصعود لكاس العالم 25، اولا لازم يكسب اي من بطولتي دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه اللي هو هيبقى قريب منها انه يلعب فيها السنه اللي جايه بسبب مركزه في الدوري العام ثالث او رابع، هيكون متواجد في الكونفدراليه. اولا الشروط لتواجد الزمالك في 25، الشرط الاول لازم يكسب بطوله الكونفدراليه الجايه، ولازم الاهلي يكسب بطوله دوري الابطال. الزمالك طبعا سادس، ويجي بعده سان داونز والترجي. طبعا احنا عارفين الرجاء مش هتشارك في البطوله الجايه بسبب مركزها في الدوري. الزمالك لازم يفوز بالكونفدراليه، لازم الاهلي يفوز ب 25 بدوري الابطال اللي جاي. وطبعا كده هنشوف جمهور الزمالك بيشجع الاهلي في 25 في دوري الابطال اللي جاي، ومش هنشوف مشجع زملكاوي جاي من المانيا بيشجع الفرق الثانيه، لان ده هيكون سبب في صعود الزمالك ل 25. هيبقى عنده امل، وانا اتمنى بدون كاس العالم بدون اي حاجه، اتمنى فوز نادي الزمالك بالكونفدراليه الجايه في حال مشاركته، ولابد من تدعيم الفريق بصفقات قويه جدا. يحيى جبران وشتي مرشحين للانضمام لنادي الزمالك. طبعا عارفين كلنا يحيى جبران لاعب الوداد، كلنا طبعا عرفناه الفتره اللي فاتت. عندنا شتي لاعب الترجي، الاثنين مرشحين للوجود في نادي الزمالك. بعض مواقع السوشيال ميديا، بعض الاعلاميين قالوا الزمالك في تفاوض فعلا مع جبران ومع شتي. انا بقول لكم مفيش اي تفاوضات رسميه من نادي الزمالك مع الاثنين لعيبه، هي بعض الترشيحات من بعض الوكلاء لحصول النادي على خدماتهم. الزمالك عنده مشكله طبعا عارفينها، هي بسبب غرامه لسبورتنج لشبونه وشيكابالا، والزمالك عايز يوفر مبلغ 1,500,000 دولار لشبونه. طبعا احنا عارفين الزمالك كان موقف له القيد قبل كده 3 فترات بسبب رعايه سيف الدين الجزيري، وتم دفع المبلغ 800 وحاجه الف دولار وتم حل المشكله. الزمالك داخل على مشكله جديده، وقف القيد لفترات لا تقل عن فترتين بسبب غرامه لسبورتنج لشبونه. تواصل مسؤول نادي الزمالك مع سبورتنج لشبونه لتقسيط المبلغ، تم رفض الموضوع بتاتا من سبورتنج لشبونه. طبعا احنا عارفين ان محطوط على الزمالك فايده سنويه 10%،
فزاد على الزمالك 400 ألف دولار ليصل المبلغ رسميا لمليون ونص ألف دولار على نادي الزمالك. قلنا قبل كده فضلتوا تجري ورا مشكله كهرباء، ادي فلوس كهرباء اللي هتدفع لان ده قرار وحكم لابد من تنفيذه. هتدفع الفلوس لنادي الزمالك، دي غرامه موقعه على اللاعب، لكن التوقيت اللي هيدفع فيه الغرامه محدش يعرفه، ده في علم الغيب. فالزمالك هياخد الفلوس باليمين يدفعها بالشمال لسبورتنج لشبونه، وفي حاله تماطل كهرباء واحنا عارفين ان حوارات المحاميين والقصص اللي بتدور في الفيفا هيبقى لها طويله، مش عارفين كهرباء هيدفع الغرامه امتى بالظبط. فالزمالك في مشكله الان بسبب السبورتنج لشبونه، ولا بد من دفع المليون ونص، والا سيتم ايقاف القيد رسميا لفترتين عن نادي الزمالك. الاهلي فرحنا بالبطوله الغاليه ورجع من المغرب بالبطوله. الاهلي دخل الفرحه قلوب المصريين. كولر ثالث مدير فني اجنبي وسابع مدير فني يفوز بالكونفدراليه مع ببطوله دوري الابطال مع النادي الاهلي. تاني مدير فني يحرز اللقب من اول تجربه من سنه اولى افريقيا. الاهلي طبعا والله ما حدش هينسى فينا البطوله دي. خساره من زعيم افريقيا الهلال السوداني 1-0، خساره من صن داونز ب5، ويعود الاهلي من بعيد ويكتسح جميع الفرق، يكتسح الترجي، يكتسح الرجاء، يكتسح الوداد، ويطيح بعمالقه افريقيا ويحرز اللقب الغالي للمره ال11. كولر احنا قلنا سابع مدير فني، تاني مدير فني من سنه اولى افريقيا يجيب اللقب. على عهده كولو توريه الشناوي رفض عرض كبير جدا من نادي ويجن الانجليزي. رفض محمد الشناوي قبل اداره الاهلي دي نحط تحتيها 100 خط، قائد تاريخي للنادي الاهلي. رفض عرض من ويجن بمبلغ ضخم جدا، وقرر البقاء في النادي الاهلي والاعتزال في النادي الاهلي. علي لطفي شكر محمد الشناوي انه قدم الميداليه بتاعته للناشئ واللاعب الصاعد ابن النجم احمد شوبير، مصطفى شوبير. رحيل سافيو رسميا، رحيل اشرف رسميا، اعاره شادي حسين رسميا، الثلاثه خارج الاهلي في الموسم الجديد رسميا. قرار وفرمان من كولر برحيل سافيو نهائيا، ووجود لاعب بديل اجنبي كفء مكانه. ايمن اشرف رحيله رسميا بعد محاولات الاداره الضغط على كولر للبقاء على قائد وابن من ابناء النادي الاهلي، لكن كولر ابو دم خفيف رفض جدا وجود اشرف، وقال انا مش محتاجه سواء في الظهير الايسر او في قلبي الدفاع والسرد باكات، فانا اللاعب ده مش هلعبه، هيجرب يعير شادي حسين الفتره اللي جايه. اخيرا فيتوريا قال ان هو هيحاول ما يشاركش اللاعب اللي مش جاهز بنسبه في 100% في مباراه غينيا اليوم، هيحاول ما يشاركش لا اللعيبه اللي كانت مجهده. هو عمل تدريبات استشفائيه للاعيبه النادي الاهلي القادمه من النهائي الافريقي. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، بتمنى دعمكم ليا، لايك واشتراك وشير وفعل الجرس. في الخير، اخوكم ميدو، استنوا مني كل جديد ان شاء الله. سلام عليكم.